المقلد 5 كيلو والصحيح 6 كيلو ونص. Techniquement, il y a de grosses différences de qualité perçues au niveau du toucher. Les pneus contrefaits sont beaucoup plus légers. حنا لوبجيكتيف تاعنا وان شاء الله معولين باه نديروا استثمار مصنع موش للجزائر برك باسكو الكاباسيتي تاعو كبيره 18 مليون والله. والفاتوره هاني دوك نعمل لك الفاتوره ب 400 وال هذه فاتوره والبون والله ما لحقت ليه وشحال راه يخدموا. ما عندناش امكانيات باش نديروا دي كونترول على الميدان. شحال يدير هذا؟ منين يجوزوا هاد القطع غيار؟ يستوردوهم الناس يجوزوا على الجمارك على الميناءات على المطارات. On est malheureusement un petit peu victime de notre succès où des gens vont nous copier. على ركزوا السيارات الاكسيدونتي. On va entamer, démarrer la procédure pour stopper le plus rapidement possible ce phénomène. تمام في تونس معروفة يعني مليلة تبيع في الأكياس دو رشانج. اللي يقدر يحبس قطع غيار مغشوشة هما الجمارك. ديروا طلب للوكيل الجمهوريه، وكيل الجمهوريه يبعث لجماعه الغش، جماعه الغش تتدخل. كارت كريز لقها ديال 40 مليون. ها اغلبيه الناس يقولوا صحابي الجزار هذو راهم سراق وبيعوا في الكواقط 60 تبيع لي ما تبيعليش. تيدخل بنزين حيت واش قلت لي هذه؟ ثروه ميدوي تاع واحد يخدم في السياسه. Donc à nous, au niveau monde, d'être beaucoup plus vigilants de ce qui peut se passer aujourd'hui en Chine. إذا الجمارك ما تعملش العمل بالطبع تلقى القطع الغيار تلقاها في الميدان وتتباع وتكمل. في منطقة عين مليلة التقينا أحد أكبر مستوردي عجلات المركبات بالمدينة. الكل اليوم مجتمع من أجل تحضير إجراءات إيداع شكوى ضد أحد التجار الذي قام باستيراد عجلة مقلدة تحمل نفس اسم هذه الشركة. هي ان بنو هنايا اللي جابوه ما عندوش 3 ولا 4 جور في سطيف، اللي جابوه مقلد، وهو كي تشوفيه هونغ كونغ يغلطوا في الناس باللي هذا هونغ كونغ دوزيام، مي هو موش هونغ كونغ، هو جايبينه من لاشين. المقلد وهو ها هو مثلا كيما هذا 5 كيلو والصحيح 6 كيلو ونص. هي 30% موان دو ولا ماتير مش كيف. قطع الغيار المقلدة مشكل كبير يعاني منه الكثيرون، ومحاربته يعتبر من مسؤولية كل التجار في هذا المجال. الإجراءات لازم نديروا طلب للوكيل الجمهورية، وكيل الجمهورية يبعث لجماعة الغش، وجماعة الغش تتدخل. هو يعني قلت لك هونغ كونغ راهي المعلومة راهي عندها وراهم هنا موجودين عندنا، هم جاوا على جال هذه خاصة على هذه، راهم جبدوا منين جاب السيد هذا، منين جاب هذا البنو هذا، وراهم قدموا شكوى من كوريا الى في الصين باش يوقفوا هذا السيد هذا، والله شكون يديروا له باش ما عادش يعملها. الممثل راهو جا لهنا، عيطنا لهم، بعثنا لهم ايميل، عيطنا لهم، راهو الممثل تاعهم تاع هونغ كونغ راهو هنا جا على جال خاص بهذا الشيء هذا، على هذا الشيء هذا. هذا الأجنبي ممثل الشركة الأصلية في أوروبا قدم اليوم من أجل تسريع إجراءات الشكوى. Donc nous avons été contactés par Monsieur Atia qui est notre représentant en Algérie avec lequel on travaille depuis plusieurs années avec notre marque Hankook. Et il a découvert sur le marché algérien des produits qui ressemblaient étrangement et fortement à nos produits, mais qui étaient de la contrefaçon. C'est-à-dire que nous, nos produits s'appellent Hankook, les produits qu'il a trouvés s'appellent Hamkook, avec des noms de profils identiques aux nôtres, avec notre logo, avec notre slogan identique. Techniquement, il y a de grosses différences de qualité perçues au niveau du toucher. Les pneus contrefaits sont beaucoup plus légers, environ 1,5 kg de moins, donc ça veut dire qu'il y a moins de quantité de gomme ou de matière première mise sur le pneumatique, donc
on peut en penser et en conclure que la qualité peut être moindre. On a des logos identiques, des slogans identiques, donc c'est vraiment dans le but de leurrer et dans le but de tromper le client acheteur final, pour l'induire en erreur. Au niveau également des normes, on a un souci sur les étiquettes, les stickers que doit poser chaque manufacturier pour fournir des pneus en Algérie. On doit mettre le nom de l'usine. Là, dans le cadre de cette contrefaçon, ce n'est pas fait, ce n'est pas le cas. Donc déjà, il y a encore un autre point au niveau législatif, réglementation, où ces pneus ne répondent pas aux exigences algériennes. حسب هؤلاء المسؤولين لا حل لهذه المشكلة إلا بحجز كل السلعة المقلدة لسلامة الزبون. À mon niveau, c'est simplement d'alerter notre usine et notre siège social Monde qui se trouve en Corée pour que eux fassent intentent des actions en justice au niveau de l'usine de fabrication pour que cela cesse tout de suite. Mais il est clair que Hankook étant une marque premium et de plus en plus connue, on est malheureusement un petit peu victime de notre succès où des gens vont nous copier. Donc à nous, au niveau monde, d'être beaucoup plus vigilants de ce qui peut se passer aujourd'hui en Chine, qui éprouve beaucoup de difficultés à écouler ces marchandises et donc à utiliser ce genre de moyens illégaux pour vendre des pneus. Donc à nous, au niveau monde, d'être beaucoup plus présents et vigilants et d'alerter les autorités chinoises et des autres pays qui importent ces pneus, de bien faire attention à la qualité et aux marques importées. Aujourd'hui, on va démarrer la procédure pour stopper le plus rapidement possible ce phénomène. من جهتنا حاولنا نحن التأكد من السلعة المقلدة والمغشوشة. حسب هؤلاء التجار المستودع متواجد في ولاية سطيف. الوجهة إذن ستكون سوق قطع الغيار هناك. بعد البحث عن المكان والتأكد من عنوان المستودع نتسلل نحن بطريقتنا الخاصة بعد مقابلة صاحب المستودع الذي نفى تماما امتلاكه لمثل هذه العلامة، إلا أن هذه الصور التي تحصلنا عليها تفضح كل شيء. شحال يدير هذا؟ الناس عندهم سجل تجاري تاعهم وعندهم يخلصوا لي زامبو تاعهم ويسوقوا كيما يحبوا. واش هو ما يخفالكش باللي في بلادنا ما عندكش امكانيات لي بوسيبيليتي دو كونترول. ما عندناش ان سونتر دو كونترول دو لا بياس دو ريشونج. عندها سنوات وسنوات هما يتكلموا على مخبر كانوا معاونين يديروه في ولايه الجلفه، مخبر باش يقوم بتحليل القطع الغيار وكذلك باش برومولوجي لي فيكول السيارات باش يشوف إذا هي تطابق مع قوانين الأمن ولا لا. لأنه اليوم السيارات باش يديروا هومولوغاسيون سي على حساب الوثائق برك. هذا ما كانش ما عندناش امكانيات باش نديروا دي كونترول على الميدان باش كيكون ان لو دو بياس يستورد يقدروا يطلبوا تحليل ياخذوا كلكو بياس منهم يدوهم المخبر هذاك يحلوهم يشوفوا اذا هي اصليه. اللي يقدر يحبس قطع غيار مغشوشه هما الجمارك. منين يجوزوا هاد القطع غيار؟
يستوردوهم الناس يجوزوا على الجمارك، على الميناءات، على المطارات، على الى الجمارك ما تعملش العمل تاعها ولا تتساهل مع هذا الشيء، بالطبع تلقى القطع الغيار تلقاها في الميدان وتتباع وتكمل تسد المشتريات تاعها. هذه المحلات متخصصة في استيراد قطع الغيار ومحركات السيارات وكل ما تحتاجه المركبات من إكسسوارات مختلفة الأحجام والأوزان. ترقيم السيارات هنا يثبت إقبال الأجانب الكبير لهذا المكان. التونسيون من بين أهم زبائن هذه السوق، فما الذي يجلب الأجانب إلى محلات عين مليلة؟ برات فارس هذيك هي ثم البرا تاع ديريكسيون، برا هكا تاع ديريكسيون كاين هذاك. رافقنا بكاميرتنا أحد الزبائن الأجانب للإجابة عن تساؤلاتنا. هذان التونسيان هما من سنرافق للتجول بقلب هذه السوق. بدلها بدلها معوج بدلها اعمل بدلهم واعمل بارليزم باش تعاود باش بدل العجل اللي نفرقوا فيه هكا هو يرجع احنا جينا من تونس العين مليلة هنا تشوفوا في البياس تاع الطوموبيل معروفة عندنا في تونس عين مليلة مام في تونس معروفة عين مليلة تبيع في البياس دو رشانج خير من تونس خير لا ميزون مير بريسك تو كيما هذا يبيع دوريجين كيما لا ميزون مير لي بياس دوريجين بري مليح وكان ديسبونيبيليتي لي بياس الكل كاينين معناها هذاك علينا نجيو يعني. تجارة قطع الغيار انتعشت بشكل كبير بهذه المدينة، ما جعل الزبائن يقصدونها من كل أنحاء الوطن. هذا بين دوريجين هذا دوريجين تاع الدار تاع الطوموبيل اللي خرجت من لا ميزون باه مش كيما تشريه من برا ولا تشريه من لا ميزون تحل وتعاود تسبوه ما تخرجيش ولا صديق واحد الطول يعني الصبغه القدر الصبغه ما تخرجش مليح قدر امور ما فيها شويه الاشكال راح كي تشري لا تحل ومن بعد تعاود تسبوه كي تسبوه تولي تحطوه مع في الطوموبيل تولي الصبغه تاع الدوريجين اللي شريتو ما يخرجش مع تاع الدوريجين. سي بور سا الناس اللي تهرب لاكاس على جال لاكولار من بعد يولي كي يدير السوق يقول له كاين لان محطوط ماهوش يقول له كاين لان معاود. وفي لاسون تلقى لاسون تاع لاكاس غاليه لا تاع جديد. علاه باسكو هذا اصلي دوريجين. دوريجين. شحال يدير 2500 هذا والنوار شحال يدير؟ النوار يدير 850 900. اختلاف الأسعار، النوعية والجودة كلها أسباب تجذب الزبون لاختيار هذا المكان. والله لا ما عندناش 2012 يبيعوا في الطوموبيلات لا بياس الطوموبيلات يبيعوا ولا بياس يجيب ربي. عندنا برك اكثرين من سمانه وانا نحوس عليها. صح انت ما رحت لا ميزون؟ رحت لا ميزون مارا وقال لك ما عندناش، عندنا لا ميزون في القصر عيط لهم قال لي ما عندناش. قلت كيفاش الطوموبيل تبيعوها؟ انا شريتها من الصيف، رحت لا ميزون في الصيف ما عندهمش. قال لي لازم تطلع الحمادي الارجي ومن بعد وزاره تقدر تلحق الحمادي. ما تفهمش هذا سي ان بروبليم يعني يبيعوا لي فيكول شفتو هذو لي شي تاع فيكول شينوا نورمالمون ما باش انا الدولار اللي كيفاش دير تبيع الفيكول اوتوماتيكمون لازم تبيعها لا بياس. تلقى الناس لا بياس قبل الفيكول نورمالمون سي مالور. كل هذه القطع المستعملة وغير المستعملة يتحكم في تجارتها ما يفوق 280 تاجرا. الوكلاء معتمدين من قبل عندهم أكثر من سنة ونص سنتين يعانيوا مع عدم طلب على قطع غيار الأصلية عندهم. علاش؟ لأنها غالية والأمور تبدلت منذ سنة ونص، دخلت فيها قوانين جديدة وزادت ما يخفاش عليك كاين مشكل المواطن العام ما يعرفوش
هو تاع ليتيكتاج تاع لا بيس دو لو شونج، باش كان هناك عمليات لمحاربة قطع الغيار المغشوشة. وعلى هذاك الشيء الدولة حتمت على الوكلاء باش قطع الغيار اللي تصدر من الخارج يكون فيها ليتيكتاج باللغة العربية. وكان هناك تفاوضات مع وزارة المالية والجمارك باش الوكلاء يعودوا يديروا العملية هذه تاع ليتيكتاج باللغة العربية هنا في الجزائر باش يقلوا من المصاريف، باش تكون هناك يدعملات جزائرية تعمل هذا الشيء. ولكن سيتي اون ديروغاسيون اللي دارتها الدولة، وعندهم قرابة سنة من ذلك الدولة تراجعت على هذا لا ديروغاسيون وولات تحتم عليهم يجيبوا قطع الغيار بليتيكتاج باللغة العربية من الخارج. دونك كاين بزاف اللي صابوا روحهم بدي كونتينر تاع لا بيس دو لو شونج تاع قطع الغيار بلوكيها في البور. ما قدروش الوكلاء ما قدروش ياليمونتيو لي سيرفيس تاعهم. جيت من عنابه بيس دو لو شونج في عنابه تاع تويوتا تريب، هنا نشريوه من لاكاس بس هما شويه معقوله. لا ميزون بريسك يحسب لي اللي قدام البيرو اللي ورا البيرو، ويحسب لي تيفيا والخدام اللي ورا البيرو، وحتى الباليور اللي عنده يخلصوا انا من عنده بزاف عليهم. جيت اجل بيس دو ريسونس دوريجين واللي يبيعوا فيه برا مش دوريجين، وفي لا ميزون كي تروح دوريجين يحسب لك البياسه فوا 2 ولا فوا 3 بزاف ما نجمولهاش. انت هنا لقيته تفضل نشري انا دو تاع تاع الماركتير بريسك نشري دوزان تاع ليبيا تاع سبونسيون بريسك من زين نضرب تاع بلادنا بزاف. فمن أين تمون هذه المحلات بقطع الغيار؟ ايه كنت ابيض حسن ابيض. اوكي شحال السومه؟ نقول له 15 شكون اللي كيما هو خير الدين شكون ابيض كنت عيطوا شوف عيطوا السومه 15. اخويا الباب لقيت هو سقسيت كمال السومه نورمالمون كاين لاكوش الابيض قال لك نحسبوك 15. اخي تاعك فورد مش مازدا. ايوا هذاك هو بعد. هاي هذاك نعقبوك تحكي. اوكي اخويا الباب 15 بيضة. داكور اخويا لا ما نعرف. شنو كان كمال الباب هذا اللي كاين هذا هو نظيف هذا. زيد شوف زيد. يستقبل محمد مثل كل مرة اتصالا من أحد الزبائن الراغبين في تنقيل سيارتهم المعطلة أو التي تعرضت لحادث مروري في شاحنته المخصصة لذلك. محمد لا يهمه إن كان المكان بعيدا أو خارج ولاية باتنا، لكن ما يهم حسبه أن تكون أوراق السيارة قانونية لا غير. واش قلت له محمد؟ قلت له اعطيني كارت جريس تاع السيارة هذه. علاه؟ لا الباراج انه كان يعود باراج حاجته ممكن الوثائق تاعها ما نقدرش نهزها بلا بطاقه رماديه تاعها. لازم كارت جريس ما نقدر نهزها. في الطريق يقول لك اعطيني الوثائق تاع السياره اللي راك حاملها، لازمني نعطي له البطاقه الرماديه تاع السياره. هذه الطريق التي تفوق مسافتها 20 كيلومتر تجمع على جانبيها ما يفوق 200 محل، محلات كلها وبدون استثناء تنشط بدون سجل تجاري، أي بطريقة غير قانونية.
لكن هذا لم يمنع مقبرة السيارات هذه أن تصبح أكبر محتكر لتجارة قطع الغيار ومحركات السيارات في الجزائر. كيف يتمكن هؤلاء التجار من ممارسة نشاطهم هنا من دون سجلات تجارية؟ تجولنا بين هذه المحلات للتقرب من أصحابها. السير هنا بين هذه القطع المختلفة الأنواع والأحجام يشوش نظرك. كل ما يحتاجه الزبون متوفر هنا. في أحد هذه المحلات التقطت كاميراتنا عملية بيع وشراء. الزبون مبعوث من العاصمة يمثل إحدى الشركات الخاصة هناك. لا فهموني الجريفة لا والبسيمة. الو السلام عليكم. صباح الخير. صباحتي لاباس. السيد راه الحق لي راه هنا عندي. السيد مول الفورغو مول اللي جايتي في البسينة والجريفة نتاع الكريطوال راهو عندي. راني لقيته في الطريق وراني جبته راه عندي هنا في المحل. صحيتي. واش راكي تقبلي انت دوك ندير لك بون ولا ما ندير لكش؟ البون جبته عندي. يا خلاص شو اللي ما فهمناش شو اللي برجو؟ نعم. برجو تاع بون تاع رقم ولا تاع الفاتورة راهم يديروا فيها 400,000. ندير لك بون. هاو قال لي جبته. هاو قال لي جبت البون. انا اللي يدير له البون راه خالص من عندكم مش من عندي البون انا. هي ونبع لازم هو يهزوا معاه. هو لازم يهز فيه يهز الحوايج يهز معاه البون ويسلك لي انايا ويجي ليك مباشرة. صحيح. الباسينه قلنا والجريفان تاع الروضه. صحيتي ما كانش مشكل. هاي رميتي لا اسمعي رميتينا في الجريفاله رايح والله ما لقيتكم في الفراي رايح نحيه من طوموبيلي دروك طول نروح والسيد يفرج فيا نسلم من طوموبيلي نعريها ونعطيهم لكم الفتوى هنيتكم برك. صاحب المحل لا يملك سجلا تجاري ولا يمكنه تقديم أي فاتورة للزبون، لكن صاحب الشركة يصر على شراء هذه القطع. صح يلا. لا خير أمامه سوى قبول هذه الصفقة. هو متأكد أنه لن يجد هذه القطع في مكان آخر حتى لدى الشركة الأصلية للسيارة. راني نحن الجريفال اللي هنيتهم بيه راني نحن الجريفال بنعطيه له من طوموبيلي نحن من طوموبيلي ونعطيه هكذا. باقي ندير الجريفال راني نحيها مربعه فيها بزوج مشقوقين شويه. والفاتوره هاني دوك نعمل لك الفاتوره. راني انا ما نخدمهاش راه يخدمها واحد السيد واحد اخر بيخدم ب 400 وال هذه الفاتوره والبون والله ما لحقت ليه وشحال راه يخدموا. البون ورقه يكتب فيها على بالي ورقه يكتب فيها ويكاشي ويعطينا البون تاعنا. تحوسي صح المشكل ما راهوش عند المواطن ولا عند الوكلاء. المشكل هي في الإدارة الجزائرية اللي تصدر قوانين ما تطبقهاش ولا تطبقها بلا ما تخلي وقت الوكلاء باش ياخذوا احتياطاتهم باش يطبقوها في الميدان. لأن الإنسان كي ياخذ قرارات يلزم ياخذ بعين الاعتبار اللي الناس اللي حين يطبقوها يلزم لهم وقت. هما يتعاملوا مع لي فورنيسور تاعهم في الخارج ويلزم لهم وقت، خاصة وأن الإدارة الجزائرية الادمينستراسيون جينيرال ثقيلة. دونك ما يخلولهمش وقت يسيبوا روحهم
مبلوكين. كان بزاف الوكلاء بالك راكم شفتوهم وين قعدوا بلي كونتينر تاع لا بياس دو لوشانج مبلوكين في البور بوندون بليزيور موا وما قدروش يلبيو الطلبات تاع المستهلكين. هذه صارت في السنه الاخيره برك. تجار منطقة الجزار لا شيء يمنعهم من ممارسة نشاطهم هنا، وحسب تصريحاتهم فهم لا يمانعون تسوية وضعية محلاتهم قانونيا. ما كانش ضرورية الحياة، ما كانش طور هنايا، ما كنت نحكي لك لا تريسيتي لا ما لا حتى حاجة. أنا واش نديرو حنا الرجس؟ ما كانش دولة هنا أصلا، هنا ما كانش دولة طور والو. ما كانش شروط اللي تخلي ما كانش شروط باه نخدمو حنايا الرجس. وكدير لي الماء دير لي الغاز وكنا نخدم الرجس عادي، ما كانش مشكل، ما عندناش مشكل احنا. وحنا شنو هو اغلبيه كما نقولوا لي راهم يعرقلوا فينا صحابين جديد هذو، صحابين جديد هذو يقطعوا فينا بزاف. ملي هضروا له قد قالوا اقول لك ما تروحش الجزار، ما تروحش الجزار، راهم يخدعوك، يبيع لك موتور ويخرج عليك الطريق. انا واحد من الناس بعت موتور ب 50 مليون، 50 مليون اداه السيد ما ناضلوش، جابوا كي جابوا رجعت له دراهمه. قال لي والله ماني مصدق، قال لي راهم قالوا لي ينحي لك الموتور وينحي لك الدراهم. التريسيتي هاك شوفي ما كانش، هاك شارين التريسيتي من شارينو 350 مليون سلكنا فيها التريسيتي في منها بدراهمنا. انا يسحب من الكراجات اللي فيه على واه يعرفوا ما عادش يقول لك اعطيني ريجستر واعطيني كنترول وعندي احصائيات وعندي، وهي ما كان لا تريسيتي لا ماء لا غاز لا تشوفي كحتى حيه. اغلبيه الناس يقولوا صحابي الجزار هذو راهم سراق وبيعوا في الكواغط وكوارت، راك فاهم؟ ها ها كارت قريز لخها دير 40 مليون. ها هاي المباهي فتح. ها لا تقول لي نبيع في كارت قريز. ها مباري يدخل ثاني. ها مباري شوف مباري في 2013 في 2013 باري في 2015 ناخذ قانونيا وخايفين ونخاف اكثر من لا يبيعه. يسرقوا في الطوموبيلات، يسرقوا في الطوموبيلات. مش نقول لك ما كانش سرقه ولا ما، كلش في بلاصه، كل بلاصه كاينه. مش قل الزهر في الجزائر، في وهران، في عين مليله، في عنابه، في قسنطينه، كل كاين يبيعوا شات على الطوموبيلات، يبيعوا ويشريوا عادي. والترافيك الكبير والله ما هنا في الجزار، والسرقه الكبيره والله ما هنا في الجزار. تستقبل هذه السوق أكبر عدد من زبائن قطع الغيار يوميا. الكل يعتبر هذا المكان منفذ الزبائن الوحيد، وأيضا منفذا لشبكات سرقة السيارات التي لا مكان لها غير هذه المقبرة لتفكيك السيارات وبيعها بأريحية. رغم تعامل أصحاب المحلات هنا بطريقة غير قانونية وبدون فواتير، إلا أن إقبال الزبائن لهذه السوق كبير جدا، وحسبهم لا خيار أمام الزبون الجزائري إلا القبول بهذا الوضع. هذا خويا الله راه كاين في الباطه نحلوه لك يدير 12%. بزاف 12% ساعه 12 راح نفركت الباطه. نعطيك الباطه تاعك واعطي لي الباطه هذه. والله غالب صلي على محمد. فيه جيت عنابه الصباح، زدت درت عين كرشه، زدت درت ما لقيتش في عنابه وما لقيتش في عين كرشه. عنابه ما لقيتش في عين كرشه، جيت رحت عند الميكانيسيان. هز هذا بارك ولا هز الباطه كومبلي فيه البطل. نو هذا برك هذا برك نحتاجها. صحيح. انا راني رايح نحل على خويا باطا. معليش والله الباطا تاع ميلا طريزه جديده. سامحني قداش تحسبوا لي؟ برك تحسبوا لي ب 800 وحد. ما نحسبوكش ب 800. ما تبكي الراعي ما تجي دير اسمح لي باقي نحسبوا لك بمليون. هيا روح الله غالب. الله غالب، ربي يعطينا العقل. امين. صح انت على ما رحتش لا ميزون تشري؟ ما كانش في لا ميزون. سي كيف لا ميزون شكون؟ يا 3 زون دو سا كنت في لافوار انترناسيونال تاع كوانزو،
انتردي ويحيى قال لك انتردي لا بياس ديتاشي تايوان. بقلب هذه المقبرة وبين كل هذه القطع شد انتباهنا هذه اللوحة التي تحمل ترقيم سيارة مميز. هذا اللون والترقيم يثبت أنها تعود لإحدى الشخصيات السياسية في الدولة. هذا يعني أن صاحبها لم يجد إلا سوق الجزار الأسود للتخلص من سيارته حسب صاحب المحل. أنا واحد طوموبيل 3008 تاع واحد يخدم في السياسة في الدولة. هاي ورا من دار من حوايج. شوف وش قلت لي هذه؟ 3008 تاع واحد يخدم في السياسة في الدولة. اشتريتها من عند واحد جابها من الجزائر. إضافة إلى عملية البيع والشراء تكثر في هذه المنطقة عملية تجارية من نوع آخر. هؤلاء الشباب يقومون بإعادة تركيب هيكل إحدى السيارات المعرضة لحادث مروري. ما يلزم هذه السيارة محرك جديد وقطع غيار جديدة لتصبح كما يريدها الزبون. هذا عندنا واحد السيد مشتري يجي يدي علينا السيارات ونركبوهم هما يكونوا اوكسيدونت نخدموهم ونعاودو نبيعوهم. وهذا واش راكي دير به؟ كان نركبوا له بها وعاود يديها من بعد. موتور كيما هاك دير 30 مليون. واليد العامله تحسبوها كيفاش؟ هي اليد العامله بس مش حاجه. يجي 15 بيار دير 30 هي 30 كيلو كومبلي بالمصاريف. من طاح من طاح مش طاح شوف عاود ركدوا شويه ركبوا نصبروا ثمره دور ركبنا الكابين عادوا ركبوا الاكسسوار اللي برا البيبان اللي رادياتور ركبوا لها لي طابلو تاعها المهم الاكسسوار يخصها كامل ركبوا هنايا وباذن الله العشيه تعيش ان شاء الله تمشي هذه السياره. البلدان اللي تجي منها هاد قطع الغيار المغشوشه باينه. الدوله خطات بعض الاحتياطات لان هاد قطع الغيار المغشوشه تتسبب في الحوادث كثيره. هي تهلك السيارات تقدر تجيب اضرار المحرك للسياره وتقدر تتسبب في حوادث مرور لانها ما تعطيش المردود المنتظر منها. خطات الدوله بعض الاحتياطات كما ليتيكتاج كما لو كونترول او نيفو دي دوان
ولكن احنا بين الشيء اللي نسمعوا عليه والشيء اللي نشوفوه في الميدان، باسكو تروحي للميدان، تروحي عند البائعين قطع الغيار، تشوفي باللي مازالها تتباع متواجده، تتباع ورخيصه. عندك عده انواع تاع قطع الغيار، بصح قطع غيار مغشوشه مقارنه بقطع الغيار الاصليه سي تولت تاع السعر تاعها. والمستهلك الجزائري يحبها سمينه ورخيصه، يروح مباشره للرخيصه، بما انه ما كانش تحسيس كبير على خاطر استعمال هذه القطع المغشوشه. هذه السيارة من بين العشرات من السيارات المعرضة لحوادث مرور خطيرة تدخل يوميا إلى هذه السوق. شو يسموك يا؟ قانون 57 عملتوا لك دمش ما عادش 57 ما عادش بزاف بدنا معودين ممكن 37 مش الدار مش السبيطة خلاص حتى الميزان في الهواء ميزان ريال في حالة المدينة. تباع السيارات هنا من زبون لآخر إلى أن تصل إلى مرحلة التقطيع. فيها موتور، فيها البيرسو، فيها بيرسو اللي ليس جيت من أيضا نقول بحال 59 في هذا ومسالو طرح لهم بيرسو تاعهم مش متحرك هذاك بيرسو العين سبالي ب 150 ديال 59 ربي يجيب السوق ما فيهاش. لا ما فيهاش هذا اللي بالك موتور ربي تراب دير حسابك حاجه حسابك سلف 59 سوق كي تلحق الراس مالها نقول لك لا تبع دراهم مين نقول لك لا دراهم 59 ربي البرسو يكون عاوز تصوير التريانجل. لا رايح شوف هذه فحلو التريانجل هذا بتلي البرسو يكون منيح في بلاصته مش متحرك فيها راس مستور زوج بيبان دوار وذي راه بكرات وبكر الواحد جديد صار تجيب والقيله وزيد تخلي مولا من دراهم 60 تبيع لي ما تبيعنيش بسم الله سوم نديرو السوق بربي ان شاء الله. لا 60 مخرج ما يزيدش 100 فرنك كتبيع لي 60 نبيع معنا. يستفيد التجار من قطع غيار مستعملة ومحركات جديدة حيث يقومون ببيعها للزبون بأثمان باهظة. مضروب هذه رايح نصرها الحوايج اللي مانعين فيها رايح نحي مثلا فيها موتور فيها زبيبه اللي مانعين جايبها نصرها بقى فيها كرتاز واحد شو هذا قبل الوصول لمرحلة تقطيع السيارات يقوم التجار بمعاينة السيارة بدقة، يتأكدون من كل القطع الصالحة لإعادة استعمالها. على ركزوا السيارات الاكسيدونتي ركزوا على السيارات الاكسيدونتي نشريهم من مختلف الولايات 48 ولايه نشريوهم نفكوهم هنايا الموتور المحرك تبيعه وحده لا طول وحده اي بياسه وحده دير مخروج مثلا دير حسابك على السومات دي طاي فهمتني وتبيع وكما تشري ذوكاتيات تشري سياره مثلا نقولوا احنا وتبيع مثلا محرك وحده بباطه وحدها باب وحده ودير دي طاي وخلاص دير مخروج فهمتني يجونا من العاصمه من وهران يجونا حتى من دول اجنبيه فهمتني اختي
كاينين كيما نقولوا حنايا كيما نقولوا حنا باب كيما هذا في لا ميزون ما تلقايش، هو اللي هنايا تلقاه هنايا عندنا يدير بسومه معقوله نهائيا، فهمتني؟ يدير هنايا يدير 6 ملايين، وفي لا ميزون تروحي ليه تلقاه ما في حتى حاجه ب 6 ملايين، فهمتني اختي؟ تجي مثلا كيما نقولوا حنايا كيما نقولوا تيربو كيما هكا باش تروح دير عنه كوموند في لا ميزون او ب 20 مليون وما كان، وهنايا تلقاه عندنا تلقاه ب 5 ملايين ب 6، فهمتني اختي؟ وهنا البياس احنا مساعفين الناس نهائيا في البياس في المعامله في كلش، فهمتني؟ تجي الامان كيما هذا تاع تيكسون يدير 400 مليون وهنا يدير 17 مليون، وكاين كلش موجود، يعني انسان يحوس عليه دركا في البلاصه يهزو يرفدو يخلصها، فهمتني اختي؟ تجي مثلا طابلو كيما هكاكيا كاين كل حاجه موجوده هنا في الجزائر، احنا نحوسوا مع الدوله تساعفنا بار، فهمتني؟ حوسوا على الدوله جبنا كيما نقولوا احنا كهرباء، هاكا تشوف الكهرباء ما كانش، حوسوا حاشاك على زيق وحاشاك، حوسوا على حوايج مثلا نقول احنا. هات مرق هات الفرق في الأسعار بين قطعة أصلية، قطعة غيار أصلية، وقطعة غيار تاع أول تركيب، الفرق في الثمن هو ب20-30%. الفرق في الثمن بين قطعة أصلية وقطعة تاع أدابتابل يكون بين 40 و50% ماكسيموم. وبصح قطعة غيار مغشوشة تصيبيها دير تولوت ربع الثمن تاع القطعة الأصلية، والناس يروحوا دائما لهذوك. دوكا تقولي لي كيفاش يدخلوا هذيك، وعلاش هذه القطعة الغيار رخيصة؟ باسكو مصنوعة خارجة على المقاييس، ما تخدعش المقاييس، تجارب تحاليل اللي مطلوبة باش تطابق مع الأمن اللي لازم توفر. بعيدا عن التجارة السوداء، اقتربت كاميرتنا من أحد أهم تجار العجلات المطاطية في المنطقة. أرباب العمل هنا يسعون لتطوير هذه التجارة في الجزائر واستقطاب أكبر قدر من اليد العاملة الشابة. بداية كانت في قطع الغيار، مسكن المدينة تاع المدينة بلاصة مشهورة بالقطع الغيار، وفي 1994 دخلنا مدام العجلات المطاطية لو بنوماتيك. كي دخلنا البنوماتيك كان اوتوماتيكمون في الجزائر ما كانش مصانع، كنا لوبجيكتيف تاعنا انه راح نخلق ان شاء الله استثمار كبير، راح نديروا مصنع وان شاء الله معولين وباين نديروا استثمار مصنع موش للجزائر برك، باسكو الكاباسيتي تاعو كبيره 18 مليون روضه عجله، ما بين سيارات، ما بين شاحنات، ما بين اونجان، ما بين يسموا 18 مليون. مستحيل تسوقيها هنا. احنا رانا دركا بدينا نخمو كيفاه نخلقوا علاقات في الخارج وكيفاه راح نسوقوا هذه المنتوج، باسكو 18 مليون روضه والجزائر ما تكونش 18 مليون، ما تفوتش 5 ملايين، ما تفوتش ماكسيموم. دوكا كي يخشوا الطاكسيات بزاف وكذا 9 ملايين مستحيل. مستحيل تلحق 9 ملايين، حتى المصنع كي ديروا لازم ديروا على الاكسبور. حسب تجار منطقة الشرق الجزائري في مجال قطع غيار السيارات، يعتبر الزبون الأجنبي مكسبا مهما يمكنهم من إنعاش تجارتهم في هذا القطاع مع الدول المجاورة.
يجيو الاخوه من تونس يوميا معامله يوميا يجيو يركبوا باسكو ما يهربوش باسكو ممنوع في الطريق ما قبل ما يخلوهمش الامور الامنيه الا هنا يوليو يركبوها لهنا ويجيبوهم فامي ويتغداو ويزيدوا يروحوا. يعني كاينه يعني الروضه تاعنا سيرتو العلامات هذه اللي قاعده تدخل يعني خلقت سوق يعني لا باس به. يعني رانا ملاح يعني الاخوه يعني التوانسه عندهم زعما وزينه مي العلامه تاعنا يعني ولات كونكورون على الوزن تاعنا. حتى في بالك في لو بري وفي النوعيه، في النوعيه معروفه ولات النوعيه تاعنا معروفه هذه. خلاص خلصنا. هيا اليوم جاي